السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوتش رزقي معكم. آه، اليوم سألني واحد اللاعب كبير سينيور، قال لي الشيخ، هل الفريق قبل المباراة إذ لم يقوم بالتسخينات هل يكمل 90 دقيقة؟ السؤال تاعك مفهوم، الجواب إن شاء الله مقنع. حنا ما نخفاش عليكم، حنا الحمد لله مع الخبرة تاعنا الميدانية. لعبنا مع بزاف لي زيكيب، وكان ما تشوفيش كي نقولوا حنا الديماراج تاعك مليح. كي نقولوا حنا التسخينات لازم تكون من سينيور تكون من 25 حتى 30 دقيقة يشوفمو جينيرال. تقدرش تلعب المباراة تاعك 90 دقيقة، والله غير اسمح لي والله ما تقدر. بيسك لي شوفمون هما كي نقولوا حنا لا باز تاع الجوار، سيرتو اذا تلعب ماتش ديربي ولا تلعب ماتش كي نقولوا اوفيسيال. كي ما ديرش التسخينات تاعك تولي طيح في تعب. اللاعب الذي لا سما كي نقولوا الجوار اللي ما يخدمش كي نقولوا حنا ويبريباري روحو ل 90 دقيقة يتعب بسرعة. الجسم كي نقولوا حنا ويكون الجسم تاعو غير مهيئ بدنيا ما يقدرش، تولي يسمى عدم القدرة على إكمال المباراة، ما يقدرش يكمل المباراة تاعو، يولي مشكل كاك. ويبدا النيفو تاعو انخفاض المستوى اللعب تاعو، يطيح سيرتو في 90 في 60 70. فما تكاثر عليه كي نقولوا الاخطاء يولي. ثالثا الارهاق والاصابات لازم يكونوا محتمين كي ما يشوفيش، تولي لا ديكتير اللياقه كي نقولوا حنا تاعو طيح. الشد العضلي، فهمتوا التشنجات، ما يطيح في بروبليم كبيره. رابعا تولي تراجع اداء اللاعبين كلها، الفريق كله يولي يتاثر. السما من كان الدفاع يولي الدفاع يتفتح، الهجوم يقل ما كانش، تولي اخطاء كبيره والله المستعان، ربي يجيب الخير. السلام عليكم ان شاء الله المره الجايه.